بوتاجاز لاجرمانيا المثير للجدل. ما زال اللغز المحير في هذا البوتاجاز لا ينتهي، في كل أنواعه وفي كل موديلاته. حتى الآن في كل مرة بكتشف عيب جديد، بلاقي عيب جديد. النهاردة الخلاصة حلقة اليوم هوضح لحضراتكم كل عيوب البوتاجاز ده بالتفصيل، وهترك لحضراتكم حرية الاختيار، لأن البوتاجاز ده حرفيا فيه عيوب غريبة، عيوب خفية محدش هيقول لكم عليها غير في قناة اعرف منتجك. بستأذنكم تتابعوا الحلقة دي للآخر، هتستفادوا كتير. ولو أول مرة بتشوفونا ياريت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نبدأ، هنحكي لكم كل حاجة عنه بالتفصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومنتج جديد من قناة اعرف منتجك. بوتاجاز لاجرمانيا كلاسيك، على الرغم من المميزات الكتير اللي موجودة فيه، لكن فيه كمية عيوب تخلي الواحد يفكر 1000 مرة قبل ما يشتري أي بوتاجاز من لاجرمانيا. ملخص العيوب، هتكلم باختصار عن عيوب البوتاجاز ده، لكن قبل ما نقولها ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس لقناة اعرف منتجك عشان يوصل لكم كل جديد من المراجعات وأحدث الأسعار. أولا، المواسير الداخلية الخاصة ببوتاجاز لاجرمانيا مش من النحاس، لكنها بتكون من الألمنيوم، عدا مفتاح واحد الخاص بالفرن والشواية. ثانيا، عدم استغلال مساحة السطح بالكامل، وفي مستخدمين وضحوا لنا ان سطح البوتاجاز بعد فترة بيصفر. سطح البوتاجاز بيصفر، شفتها والله، سطح البوتاجاز بيصفر، مش عارف ازاي بس شفتها قدامي. ويفضلوا الناس يمسحوا ويعملوا برضو مفيش فايدة، سطح البوتاجاز بيصفر بعد فترة. ثالثا، صعوبة تنظيف قاع الفرن بسبب ان اسفل الفرن مقفول ومش هتعرف تفكها الا بمعرفة الفني المختص. ودلوقتي هتكلم عن ملخص المميزات. اولا، خامة البوتاجاز جيدة. ثانيا، شعلات ايطالية من السباف. ثالثا، مروحة توزيع مع ثرموستات. رابعا، مروحة تبريد وعزل جيد للفرن. خامسا، باب الفرن هيدروليك أي سوفت كلوز. سادسا، حفظة الطعام. سابعا، إمكانية ضبط ارتفاع البوتاجاز عن طريق استخدام القواعد والأرجل المرفقة ضمن ملحق البوتاجاز. وفي النهاية أتمنى أكون بفيد حضراتكم بأي معلومة وعرفتوا مميزات وعيوب البوتاجاز كويس جدا، وبناء عليه تقدروا تقرروا إن كان الجهاز ده مناسب لاستخدامكم ولا لأ. أي استفسار طبعا وأي سؤال اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهرد عليكم بنفسي في أقرب وقت ممكن. ولو في أي منتج تحبوا نعمل عليه مراجعة مصورة اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهنعمل عنه مراجعة مصورة. وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.